6 أهداف و7 تمريرات حاسمة في 19 مباراة مع شبيبة القبائل هذا الموسم. رياض بودبوز يستاهل يقعد الموسم القادم مع جياسكا ولا لا؟ رغم الانتقادات الكثيرة، لكن رياض بودبوز عندما احتاجته شبيبة القبائل قال أنا هنا، أعطى الإضافة اللازمة رغم أنه ما لعبش بزاف مباريات هذا الموسم. اللي يقول لي العام الجاي نقول له أنا حسب رايي رياض بودبوز لازم يقعد. تقول لي علاش؟ نقول لك دوري أبطال إفريقيا من جهة تحتاج لاعبين مميزين وتحتاج لاعبين عندهم خبرة، كيما الماتش تاع جياسكا اللي كانت الأمور صعبة في شوط المباراة الأول أمام وفاق سطيف، دخل بودبوز في شوط المباراة الثاني بالخبرة قلب المباراة. ديروا في بالكم كاين بزاف مباريات في دوري أبطال إفريقيا يكون الحل تاعها رياض بودبوز، لكن هل أرقام رياض بودبوز مع شبيبة القبائل ستشفع له بالبقاء مع جياسكا الموسم القادم؟ جوزيف تيمباور على باله مليح واش راهو يدير، كي قال لهم للإدارة خليو بودبوز الموسم القادم معايا في شبيبة القبائل، يعرف مليح واش يخرج منه، يعرف مليح كيفاش يستغل الإمكانية تاعو، يعرف مليح كيفاش يتعامل مع الخبرة تاعو، وخاصة في المباريات المهمة في البطولة وفي المباريات الثقيلة في دوري أبطال إفريقيا. كاين دي ماتش لازم لهم لاعبين كيما رياض بودبوز باش تقدر تربحهم. عندها حوالي شهرين من الآن بودبوز كان بليسي، كي ولا لي زونطرينمون درت لكم فيديو قلت لكم بودبوز ولا، وتيمباور راهو سعيد لأنه يعرف جيدا أنه جياسكا في المباريات الأخيرة راح تسحق رياض بودبوز، وهذا وش صرا في نهاية الموسم. قولوا لنا رايكم انتوما على رياض بودبوز، راكم تشوفوا أنه يقعد في شبيبة القبائل لمصلحة شبيبة القبائل، لمصلحة جياسكا، ويقدم الإضافة اللازمة الموسم القادم؟ اعطونا رايكم في التعليقات. تشاو.